بعد الصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي من جديد، إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال بصحة جيد إن شاء الله. رجعت لكم اليوم جبت لكم وصفة سهلة للعشاء أو للغداء. وصفة جراتا الجلبانة بالخضر وشوية تاع الدجاج راح نحضره على بركة الله. راح نبداو في تحضير هذا الوصفة. راح نحتاجو لهنا حبة نتاع بصل مقطعة مكعبات كيما راكم تشوفون، نديروها في طاجين ولا في القدر اللي راح نطيبو فيه هذا الدجاج تاعنا. إذا هنا ضفت شوية نتاع الزيت وراح نضيفو صدر نتاع الدجاج، تقدروا تستعملوا فقط نص الصدر نتاع الدجاج، ولا تقدروا فقط البنة تاع الدجاج نحتاجوها في هذا الكراتا، ولا عندك جناحتين ولا تستعمليهم. هنا ضفت عليهم ملح، كركم، آمم فلفل أحمر وزنجبيل وفلفل أسود. هنايا راح نحرّك ونقلي هذاك الدجاج تاعنا. هنا ضفت كمية شوية مليحة من الزيت باه نقلي هذاك الدجاج مع هذاك البصل. قليتهم مليح تقلاو لي، وراح نضيف عليهم الجلبانة اللي كنت غسلتها جبدتها وغسلتها مليح، ضفتها على هذا الدجاج تاعنا، وراح نقليها هي ثاني وترفد لنا كامل آآ هاذوك البنة تاع البهارات والملح اللي ضفناه. إذا ما ننساوش الملح، راح نمرقوه بالما سخون ونخلّو هذا الدجاج تاعنا يطيب مع الجلبانة. ومن بعد راح نروحو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية راح نقطّع أنا كيما هنايا قطعت شوية نتاع زرودية نقيتها وقطعتها، وحبّة نتاع بطاطا نقيتهم قطعتهم مكعبات كيما راكم تشوفوا. راح نجيب مقلة ونقليهم. هنا بالنسبة لهذه المرحلة فقط نقلي البطاطا والزرودية ولا الجزر نتاعنا ونحطوه بجيه. هنا فقط وريت لكم واش راح ندير، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. إذا نقلي البطاطا تاعنا ونقلي الجزر نتاعنا، وراح نحضروا هذا الكراتا مع بعض اللي يجي بنين بنين بزاف بزاف. وكامل كيما تعرفوا حنا نسا نولوا نخمو واش نديروا للعشاء، واش نديروا الفطور. هذه وجبة عشاء تجي بنينة بزاف بزاف، وفي نفس الوقت فيها الخضر، فيها الدجاج. إذا هنايا راح نجيب 2 حبات نتاع البيض، راح نضربهم، نزيد لهم قرصة نتاع الملح وراح نضربهم مليح. وهنا هذيك البطاطا اللي قليناها كيما راكم تشوفوا راح نديروها في البلا اللي راح يروح للفرن هكذا. راح نضيفوا هذاك الجزر اللي قليناه مع ذاك الدجاج. شوفوا كيفاه قطعته هكذا مرصوات صغير ولا فتتو كيما هكذايا. راح نضيفوا على هذيك البطاطا كيما راكم تشوفوا، وراح نجيبوا الجلبانة هذيك اللي صفيناها من هذاك المرق، صفيناها راح نضيفوها على هذا المكونات. وهذاك المرق اللي بقى لنا راكم تشوفوا فيه حطيته بجيه هكذا. راح نحاول نخلط كامل هذاك الدجاج مع ديك البطاطا ديك الجزر وديك الجلبانة بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا في الفيديو، راهي واضحة على ما أظن. وهنا راح نجيبوا هذاك المرق كيما قلت لكم اللي حطيناه بجيه، راح نضيفوا عليه هذوك 2 حبات نتاع البيض. هذاك المرق نخلّوه يبرد معانا ونحطّوا عليه نضيفوا عليه البيض. وهنا عندي كمية معتبرة من المعدنوس قطّعتها وضفتها لهذا المرق. بالنسبة للمرق تاعنا قُلت لكم يكون بارد باه البيض كي نديروه فيه ما راحش يطيب معانا. إذا شوفوا هنا ضفت 2 حبات نتاع البيض هكذا. راح نخلّطهم مع ذاك المرق وراح نضيفه على الجراتان تاعنا. رايحين نوزعوا كامل هذيك لاصوص على الجراتان تاعنا كيما راكم تشوفوا في الفيديو. بالنسبة للاصوص هذيك اللي بقات لنا من الجلبانة اللي صفيناها، ما تكونش قوية بزاف بزاف وما تكونش قليلة بزاف بزاف. وهذاك البيض اللي ضفناه هو اللي راح يخلي لاصوص تاعنا تحكم روحها في الفرن واجد معانا باه ندوه للفرن. هذه هي الوصفة تاعنا، راح ندخلوها للفرن يكونوا مسخنينه من قبل ونخلوها حتى تنشف معنا هذيك لاصوص تاعها. وراح نضيفوا لها في الفرن بعد ما تنشف هذيك لاصوص راح نضيفوا لها شوية نتاع الجبن من الفوق. إذا شوفوا هنايا خرجتها شوية من الفرن ونشفت هذيك لاصوص تاعها. راح بما أنها فيها البيض راح تنشف معانا.
وراح نضيفو عليها هنا الجبن المبشور كما راكم تشوفوا، كمية قليلة ولا الكمية اللي كانت عندكم ما تضيفوها، ولا تقدروا تخلوها حتى هكا بلا جبن، راح تجي بنينة بزاف بزاف. إذا راح نعاودو ندخلوها قسم يذيب لنا هذاك الجبن فقط ونخرجوها. شوفوا البنات تحصلوا على وصفة رائعة للعشاء وبنينة في نفس الوقت. وحتى الأطفال اللي ما ياكلولكش الخضرة ياكلوها بهذه الطريقة، تجي بنينة. صدقوني صدقوني الذوق تاعها هايل. هذه من الوصفات السهلة والسريعة اللي تسلكك، خاصة كي يكون عندك شغل بزاف وتحوسي تحضري وصفة ليه. إذا هذه هي. شوفوا راح ندي هكا جزء من هذا الجراتان وتشوفوه معايا في الصحن التقديم. إذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. شوفوا الجراتان تاعنا خرج شهي 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 وما يجيش ناشف، يجي مشمخ. إذا هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، أتمنى تنال إعجابكم وتجربوها بهذه الطريقة. في الأخير ما عندي غير نقول لكم إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما تنسوش تبارطاجيوها مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة. سلام، في أمان الله.